عمرك سألت نفسك ايه اللي خلى الانسان يوصل للي احنا فيه دلوقتي؟ يعني احنا زمان كنا زي الحيوانات. ايه اللي خلى عندنا مدن وفلوس ودين وحضارات؟ النهارده هنتكلم عن كتاب رهيب بيجاوب على كل الأسئلة دي. الكتاب اسمه سابينس للكاتب نوح يوفال. الكتاب بياخدنا في رحلة من أول ما الإنسان ظهر على الأرض لحد دلوقتي. مستعدين؟ عشان الرحلة دي هتفتح الدماغ. الكاتب لخص لنا الكتاب ده في 5 نقط. أول نقطة وهي الثورة الإدراكية. أول حاجة الكاتب بيقولها لنا إن الإنسان أول ما ظهر على سطح الأرض كان من حوالي 70,000 سنة، وكان زيه زي الحيوانات، يدوبك بيجمع الأكل ويصطاد. إيه اللي فرقنا بقى؟ إشمعنى إحنا اللي سيطرنا على الكوكب مش الشمبانزي مثلا؟ السر هنا الكاتب قال لنا إن الإنسان اخترع اللغة. يعني إحنا قدرنا نتكلم ونتعاون مع بعض ونكون جماعات كبيرة، بنعرف نخلق قصص وأفكار مشتركة، زي مثلا الدين والأساطير اللي بيخلونا كلنا نشتغل تحت راية واحدة بس، وبطريقة مفيش أي حيوان يقدر يعملها. تفتكر إيه اللي بيخلينا مميزين عن بعض الحيوانات التانية؟ تاني نقطة حب الكاتب إن هو يوضحها في كتابه هي الثورة الزراعية. بعد كده حصلت حاجة مهمة جدا من 12 ألف سنة تقريبا، وهي الزراعة. بدل ما نفضل نلف وندور على أكل ونصطاد حيوانات ونحارب ونصارع، لا، الإنسان قرر إن هو يقعد ويستقر في أرض ويحاول يزرعها عشان تتحول الأرض دي لأرض زراعية. والمفاجأة إن الناس كانت فاكرة إن الحياة الزراعية دي تخلي حياتهم أحسن، لكن اللي حصل هو العكس تماما. الزراعة زودت الشغل وخلتهم يشتغلوا أكتر علشان يحافظوا على المحاصيل. يعني باختصار الزراعة كانت سلاح ذو حدين، استقرار وحضارة من ناحية، لكن تعب من ناحية تانية. يا ترى لو أنت كنت عايش زمان كنت هتفضل الصيد ولا الزراعة؟ تالت نقطة الكاتب حب يوضحها في كتابه هي توحيد البشر. مع تطور الحضارات بدأ البشر يتوحدوا تحت حاجات كبيرة جدا زي الحكومات والأديان والفلوس. انت متخيل ان الفلوس دي مجرد ورق، بس احنا كلنا اتفقنا ان هي ليها قيمة؟ تخيل بقى ان في افكار تانية كتيرة في حياتنا مبنية على حاجات وهمية مش حقيقية، بس احنا قررنا ان احنا نتفق ان هي ليها اهمية. وكل ده عشان نقدر نتعاون ونتبادل. انا بشتغل عشان ورق، ورق متفق عليه. رابع مرحلة او رابع نقطة هي الثورة العلمية. ودي الثورة اللي غيرت كل حاجة في حياة البشرية، وكانت من 500 سنة تقريبا. وهنا الناس بعد ما حياتهم استقرت شوية بدأوا يسألوا أسئلة عن الحياة والكون. ومش بس كده، ده كمان العلم بقى بيخترع حاجات جديدة كل يوم. انت متخيل؟ من 500 سنة بس، يعني احنا نقطة في بحر من الحياة البشرية. انت متخيل بعد ما كنا بنتكلم عن الأساطير بقينا بنروح الفضاء وبنعدل في الجينات؟ تقدر تقول لنا ايه أكتر اختراع علمي أثر في حياة البشرية؟ غير الشاي طبعا عشان بحبه. خامس حاجة الرأسمالية والإمبراطوريات. خلاص الحياة استقرت والدنيا بدأت تهدى والتكنولوجيا بقت سائدة، بدأت تظهر الحياة أو الأنظمة الاقتصادية اللي احنا عايشينها دلوقتي، زي مثلا الرأسمالية. مش انت دايما بتسمع عن الرأسمالية والاشتراكية والفاشية والكلام ده كله؟ الرأسمالية دلوقتي بقت بتحكم العالم وبقت بتشجع على الاستثمار، وده خلى العالم يتغير بشكل جذري. بس للأسف برضه كانت سلاح ذو حدين، لأن الاستعمار والاستغلال ظهروا نتيجة ده. وفي الآخر الكاتب حب يعمل لنا خاتمة وبيسأل لنا سؤال: يا ترى العالم رايح على فين؟ التكنولوجيا بتتطور بطريقة مرعبة، والذكاء الاصطناعي بقى بيعمل حاجات بنعتبرها خيال علمي. يا ترى المستقبل هيبقى فيه ايه؟ الإنسان هيفضل زي ما هو ولا هيتطور عن كده؟ ده كان ملخص سريع لكتاب سابينس. الكتاب ده بيخلينا نفكر في ماضينا ونفكر في مستقبلنا. وفي الآخر لو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير وسبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات ايه أكتر مرحلة شدتك في التاريخ البشري. ستوب.